سلام البنات، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. في الفيديو تاعنا اليوم راح يكون تكمله للفيديو السابق اللي درته لكم، ودائما مع سلسله العروس وجهاز العروس. هذا الفيديو تابع لهذاك قلت لكم الفيديو السابق اللي قدمت لكم فيه اهم النصائح اللي قلت لكم لازم تعرفوهم وتطبقوهم باه ديروا جهاز شباب ويحمر الوجه. في الفيديو تاعنا اليوم كما شفتوا العنوان راح نقول لكم على اهم واول حاجه تشريها العروس. نورمالمون بالنسبه لي انا يعني خاش باسكو ماشي كاع البنات يتمشوا كيما يعني كل وحده والتفكير تاعها، ولكن بالنسبه لي انا هذه الفكره نحسها صح. اول واهم حاجه تشريها نتيا قبل ما تبدي الجهاز تاعك هي لا سيري تاع لي فاليز. علاش؟ باسكو نتيا مادام راح تشري قش يعني اكيد حاجه باينه هذه لوجيكمون وين غادي ديريه، وليو باش تروحي ديريهم في دوك لي فاليز تاع العمره وتاع الحج واللي يجيبوهم لي زيميغري ولا تاع امك ولا تاع مين كنتي نتيا عزبه تروحي بها الحمام هذيك. نو صاي راح تشري جهاز حاجه جديده وفري على روحك وشري اون سيري تاع لي فاليز، وهكا نتيا نفسيا اصلا تكوني مرتاحه، تكوني يعني انتي مادام تعبتي وجبتي هذوك الدراهم وشريتي قش لوكس وكاع غادي ديرهم في لي فاليز جدد وتكوني هانيه في مخك. وثاني لي فاليز ملاح كي توخروهم من الطريق، باسكو لاسي بزاف ناس كي يقعدوا يجهزوا خلوا هذيك لاسيري حتى التاليه يغرقوا، باسكو لي فاليز ماهمش رخاص. هذه مش معناتها هذوك لي فاليز تاعنا اللي راهم في الدار هذوك ساسبو لا كانوا جدد تقدروا تستعملوهم اوكي، ولكن لا كانوا هذوك الباليين ولا مستعملين بزاف انا ننصحكم ما ديروش فيهم القش اللوكس تاعكم، ديروا فيهم مانيش عارفه انا اي حاجه زياده لي باسكيت ولا لي شوسيور، مهم ما ديروش فيهم صوالح لوكس. اذا مادام اقتنعتي بالفكره تاع اول حاجه تشريها اللي هي لا سيري تاع لي فاليز، روحي شويه نهضروا على لي فاليز ويعني فاش تسحقيهم وكيفاش تستعمليهم وكيفاش تحسني الاختيار في الموديل واللون. اولا لازم تشري موديل يكون سامبل، كما كي تشوفي في الفوتو قدامك هذا موديل، هادو خرجوا جدد، شوفوا الموديل تاعهم كي شباب سامبل يبو. حاجه الزوجه لازم لي كولور، انا ما ننصحكش بلي كولور فونسي باسكو راح تعي فيهم، كاين واحد لي كولور خرجوا هذيك روج فونسي، هذيك الكولور روج فونسي ما ننصحش بها، غوز فونسي مارون فونسي والبلو، كاين واحد البلو خرجت في لي فاليز ولا غير تعيف جايه بلو غوا. شوف بالنسبه لي انا اوكي تعيف، ولكن بالنسبه لكم نتوما صا ديبون كل بالك شو وحده تبغي لي كولور فونسي، ولكن بالنسبه لك انتي كعروسه لازم تخيري دي كولور كلير، دي كولور كلير بيج كيما نقولوا حنا مارون كلير روز كلير صومو، هادو لي كولور اللي ما ينعافوش فهمتي، باسكو لا فاليز راح تبقى لك دائما. وبزاف بنات بزاف نعرفهم، انا ميم عندي اون كوبين شريت روج وروج فونسي وشابه هكا، زعما هي كي تشوفيها شابه بصح هي كي راهي تجهز وراهي دير فيها قلت لي عفتها. دونك من هذا المنبر انا نقول لكم اختاروا لي كولور كلير. كيما راكم تشوفوا في الموديل اللي تاع لي فاليز اللي راه قدامكم، هذه لا كولور بيج كلير، هذه بيج نو ماشي كلير بيج، وهذيك في الجوانب تاعها هذه صومو شويه فونسي. بالنسبه للبنات اللي سقسوا شحال نشري من سيري تاع لي فاليز، بون نتيا راح تشري سيري واحده، كل سيري فيها 5 بياس تادير 5 فاليز، واحده كبيره واحده متوسطه واحده صغيره، وهادوك لي دو زوتر هادوك وحده تاع لي زاكسيسوار ووحده تاع المكياج. ولي تقول لك اسكو نزيد اسكو نقدر نشري شغل دوبل سيري، نو انا ما ننصحكش انتي تسحقي سيري واحده اللي فيها 5 بياس، ويعني ولا كنتي مجهزه بزاف ودايه صوالح بزاف تقدري تكري اون اوتر سيري، راهم دايرينهم بون بري ماشي غاليين بزاف، تكري اون اوتر سيري غير باش تدي الجهاز تاعك، ولكن السيري تاعك مثلا اللي تشريها هي اللي راح تبقى لك تديها معك لدارك. وكاين واحد الفئه من البنات راح نجاوبهم، هذوك الناس اللي يقول لك هذيك لا سيري تاع لي فاليز ما عندك ما ديري بها، واش ديري بزوج ثلاثه تاع لي فاليز ما عندك ما ديري بهم، ضيعه الدراهم وغادي يقعدوا لك باطل وتصيبي روحك تعاودي فيهم البيع. هي لا، هادو اللي هادرو كيما هكا فقط يتجاهلوا الاستعمالات تاع لي فاليز هادو، زعما هي بالنسبه ليها هادو لي 5 فاليز خرده، هي لا، هادي نتيا عروسه تسحقي لي فاليز باسكو كل وحده، ومثلا انا راح نعطيكم دي زيكزامبل فاش تستعملوهم، كل وحده وفاش تستعمليها، يعني انتي عندك حياتك كل وحده وعندها وقتها تستعمليها فيه فهمتي، ماشي خرده هما بالنسبه لهم خرده تشوفها هكا تشوفها ثلاثه تاع لي فاليز
وخردة وما عنديش وين نحطهم. لا نعطيكم مثال، هاد لافاليز الكبيرة مثلا عندك عرس، فاش تدي التصديره تاعك، تصديره اللي هي القفطان الكراكو ما الجبات هذوك منصوريه، فاش تدي لي بوشيت صبابط اللي تلبسيهم حاجه باينه. هاد الفاليزه الكبيره غادي كيجوك دي زوكازيون اعراس، غادي تدي لا فاليز تاعك الكبيره. هذا سي ان اكزامبل، برك انا نسيوني نقول لكم في الاستعمالات تاعهم، هذا سي ان اكزامبل. فهمتي كيفاش؟ هذه الكبيره يعني جينيرالمون انا على حسب ما شفت يديروا فيها التصديره. مثلا عروس راكي عروس جديده وراح تحضري العرس، تدي فيها تصديرتك اللي هي قلت الكراك والقفطان وكاع. هذه لا فاليز المتوسطه مثلا، هذه ديريها تاع لي فواياج، انت ما حش تروحي كاع لي فواياج كاع كي تفواياجي ادي هذه لا فاليز المتوسطه تجي لي فواياج. وهذا تاني مثال اخر، مثلا هذه لا فاليز الصغيره، هذه نقولوا كي راح الحمام، هذه تجي للحمام. فهمتي كيفاش؟ وهذوك لي بتيت فاليز هادي صح نقولوا تقدري تستغني على وحده وتخلي وحده، باسكو وحده دايرينها الماكياج، هادو ماكياج اكسسوار، هي للزوج يجو ماكياج اكسسوار، تقدري ديري فيهم ليسور سيشوار. فهمتي كيفاش؟ صح هادو لي دو بتيت تقدري تستغني على وحده اوكي، بصح الاخرين ما تقولش ما عنديش فاش نستعملهم، تستعمليهم نتيا برك سيبي لهم بلاصه في دارك. وكل وحده انا راني عطيتكم امثله بسيطه كل وحده والاستعمالات تاعها. اذا هذه تاع ضيعه الدراهم ما كاش منها. وبالنسبه للبنات اللي جاتهم الفكره ولا على بالي راكي تخمي تقولي صح انا راني مخطوبه ومازال عرسي باقي لها عامين ودوك نبدا ندير الجهاز تاعي في لي فاليز جدد، نخاف ينخرطوا نخاف يتوسخوا لي من لا بوسيير. اروحي نجاوبك. شفتي نتيا كي تشري نامبورط كال سيري تاع لي فاليز، الحاجه الاولى راح تجي اونبالي في كرتونه كبيره. فهمتي كيفاش؟ كرتونه كاع كبيره. ابخي راح تحلي هذيك الفاليزه الكبيره، شغل الفاليزه في وسط فاليزه في وسط فاليزه، وكل فاليزه تكون بروتيجيه بواحد البلاستيك تاعها، شكاره تاعها تاع بلاستيك تجي مغلفه بها. فهمتي؟ الوغ انتي شديري حكمي لا فاليز تاعك الكبيره، جيبي قلبيها، جيبي المقص فتحيها من جهه الدراريج. فهمتي كيفاش؟ شغل حلي هذاك الكاري تاعك من تحت باش الشكاره هذيك البلاستيك تاعك راح يجي بيض، هذاك كي تقليه شغل تقدري تعاودي ترديها كي فاهمه. اما لا كاع لي فاليز تاعك حليهم دي طريقك، شغل فتحي حكمي لا فاليز تاعك قلبي من جهه الدراريج وفتحي هكا بالمقص وجبدي البلاستيك تاعك يطلع. ومن بعد مثلا صايره كيف فتحتي لا فاليز تاعك صاي بلاصي القش تاعك نظميه، ديري هذوك لي سانجور اللي راهم دايرينهم باش القش تاعك يقعد مطبق، واسي تطبقيه عفوا بطريقه يعني باش يقعد لك محدد ما يتكرش ما والو. فهمتي كيفاش؟ يعني عارفه كيفاش برك تطويهم. من بعد بلعي لا فاليز تاعك وجيبوا هذيك الساشيات تاعك اللي شريتي اللي كانوا اللي جاو بيهم كي فاهمه، وعاودي لبسيهم لا فاليز تاعك، ومن بعد ديري وحده فوق وحده فوق وحده في البلاصه اللي راكي مخبيه فيها الجهاز تاعك. هذا مكان كومسا هادو لي فاليز تاعك يقعدوا بروتيجين من لا بوسيير من كل شيء. سا ديبون تضر بهم بحاجه ما ينخرطوا ما يصرى لهم والو. شوفوا هادو لي فاليز لا كان درتي هاد العفسه يقعدوا لك مش عارفه انا 5 6 ما يصرى لهم والو. ونقولوا مثلا راكي البلاصه اللي كنتي مخبيتهم فيها راهم توشاو هذوك البلاستيك بلي بوسيير، ديري تقلعي البلاستيك تغسليه تشليه بالماء فقط ايوم بعد تنشفيه وتعاودي تلبسي لي فاليز تاعك. هذا مكان لي فاليز طاشولك حاجه من كل حاجه عندها حل. مسحيهم بابي رطب، بابي هذاك بابي فاين هذاك رطب مش يحرش باسكو توجو ويكون ناشف ما ديريش الماء. هذا مكان هذه غير بور ايفيتي لا بوسيير. وتاني حاجه واحده اخرى كي تحطوا لي فاليز تاعكم صاي كي تعاودوا تبروتيجوهم ما تنسوش تغطوهم بان دغا ولا حاجه كيما هكا باش يقعدوا كاع ما يحصر لهم والو. ولا دخلت لا بوسيير وكاع غادي تجي تلصق في هذاك لو دغا اشاك فوا غسلي هذاك الدغا وعاودي غطي به الجهاز تاعك ما يحصر له والو، باسكو غير حنا عندنا هذاك ستريس تاع دوك يتوسخوا لي دوك ما عادش يصرى. وفي الختام نحب نزيد اضافه بالنسبه للبنات اللي يحبوا القش تاعهم يبقى لهم معطر يعني طول هذه الفتره واللي هو راه اونبالي فيها. تشروا قطعه تاع دوف، قطعه تاع دوف صابون دوف،
تفتحيك شغل كرتون راكم عارفين ديك الفتحه تاعها من الفوق شغل تقطعوا هذيك تقطعوا جهه ومن بعد تعاودي تبلعيها بالسكوتش تخلي غير واحد الدخول كيما هكا قد ما تخرج الريحه. هاد العفسه شفتهم بزاف راهم يديروها في الانستغرام كشغل تخلي غير واحد الفتحه صغيره في الضو فهمتي كشغل تقطعي الكاعات تاع كي تجي راح تفتحيه ومن بعد تعاودي تبلعيه كشغل بالسكوتش تخلي غير فتحه صغيره ما تخليش الصابون يتوشي القش خاش لو كانت تفتحي كاع الكاعات هكا كيما من نفتحوها حنا وتخليها في وسط القش عبا كيف ليزا الدور تميله كي فاهمه الصابون يخرج يتوشي لك القش تاعك يطاشا كي فاهمه شغل لازم كي ديري هذاك السكوتش تاعك صابون كي تقلبي هكا ما يطيحش كي فاهمه شغل راه مبلع بصح كاينه ندخو باش تخرج هذيك الريحه تاعه. دونك في كل فليزه ديري 3-4 قطع وهكا جربيها شوفي كي ديري صابون ضفع حطيه شغل في الجوانب تاع لافاليز تاعك قش تاعك راح يبقى لك معطر. وهذه هي وصلنا للختام ان شاء الله تكون عجبتك لا فيديو تاعي واستفاديتي من النصائح اللي راني نقدم لك فيهم وما تنسيش تبقاي متتبعه وفيه لسلسله العروس اللي راني دايرتها لكم. راح نجمع لكم كامل هادو التدابير اللي راني دايرتهم لكم في القناه وراح نديرهم لكم سلسله يعني تدخلي القناه تاعي وتكليكي على السلسله تروحوا في البلاي ليست تلقي سلسله العروس كي تكليكي على هذيك السلسله راح يخرجوا لك كامل لي فيديو غير تاع سلسله العروسه كيف فاهمه باش ما يدخلتوا لكمش مع الوصفات الاخرين. هذه كاين اللي قالوا لي ديريها انا راح نديرها لكم ان شاء الله برك صبروا عليا يا مات برك نلم لي فيديو تاوعي. وما تنسيش ديري لي جيم وتعطيني رايك في لي كومونتير باسكو الراي تاعك يهمني. واذا كنتي اول مره تتابعيني ودخلتي القناه تاعي مرحبا بك ديري ابوني وكوني فرد من العائله تاعنا. تهلاو في رواحكم ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.